السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسندت الزور رسل كسرى إلا أن تعيش نيثما القصور والمباني العظام والأثاث الفخر، تعيش نثم عيشتي إلا أننا قال ظليروا فمسندة زور نيثما الشيعة الرسول ينسي. وكان يزور عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين الخليفة في الدرس والسيغة يثمان إن شاء الله أنظر أمش عمر بن الخطاب رضي الله عنه متعيش أكن ذي الخليفة ماشي ذا الرئيس، لأنه كان يدنغ الخلافة أعظم من الرئاسة غادي تفهم كان، أما الخليفة غادي تفخيلا ثمورا، يعني ثمورا يمسن من مرة ذي ونرى تسداول مداكلنت ولاش الحدود ولاش كي خدمت ورا يعداونا ربي نفرقنا زيك يمسن من يثمان ذيوثن ثمورث يجبدي سيدا كان يقلع عراق وين ذيوثن ثمورث سعانيون الخليفة انظر مش عمر بن الخطاب رضي الله عنه امشي تعيش ونتساد الخليفة امشي مسدا والراعيينس امشي تحمل المسؤوليينس. الشيعة الرسل إوا كان زورا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكي تعيش اسمنا يلحقنا المدينة النبوية سقساين في أمير المؤمنين قامصا دلة القصر. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما غا القصر ينس اسمي دمنا قنا كان الصحابة اللي رضو ربي فلاسن اسمي زدنا ندات القصر ينس صاد بس تماجينين أنهم تعيشن أكني تعيشن دير وانس من ملوك إنسان القصار ومع داخل القصر إلا ما كان سبيسيال ندير هذه عايشة الملك إنسان وريت خالط راه الشعبي ناس ومع تحت حراسة مشددة. تماجينين داك تعيش أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمي مزدنا ندخل القصر ينس صاد لنا صار واحد نوري وين تعيون وخام ابن صبرطيط يخمنا غاكني يتوابنا يخمنا الجدود زيك ابرطيط كان مع ذي بلاطون يتوابنا صبرطيط وحيد شعر وما يشوفين باش ما تغليد الهواء ونتكاد دارا ونتسلحق دارا. اسمي مسيز دورانا خميسه كامل وانا اهل ويا ضخم كان يسعى دايزيس لي فاكونس ناس خاطين الناس هو الرمى غد القصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورومي النار امزد اكدن الناس دوين الى خميس الوجه دا يكزدا استبطبل ايثما افراد ميس عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سقسان في امير المؤمنين عمر بن الخطاب الاثنين يصلح كانت يتفهم في نخل المدينه الشجره المسمره كايه المدينه الناس بالك هذا في تفهم ديالنا لحقناهم كان يغيثنا سقسينا ميدان يزدوران عمر بن الخطاب رضي الله عنه يون ورقاز شاب عبد بسيط جدا وفان ثقيوث الحالة غيثما وهمان وفان ثقيوث الحالة ورومي النار لأن صراحة كانت في تصفت دينا صداون شجرة سيرينا هي دينا عاد القيلولة وفان ثايث ما لحقنا ردينا وفان أفوس يخدمي ثكا السنة زيس تسنتا أفوس يطنا كاين يعمل في التيجاكا قمشا كتيتيز يعمل في التيجني القشيس شورن تفاوتين مرة زيش يمكن غيثنا كي غيتعيش زيش
نشفاك يمكن غيث ما كيشتا اسمر ديني غسر ولي قرص قلت غير بابا كسروال ديني نروح كان مع عمي غيك على تفاوت وفاتاكل قشيس مرة غيتشور ذا الرقع تيفاوتين يقيم دين ستون شجافني السمورية تجرينا من على القيلولة اش يسمى مكثان د الملوك سنم كيتعايشين بالقصور الناس عندنا يخدم نيس عندنا ثني عساسن ولا شنو يعسسنا تعسن ولا يخدمنا تخدمنا لا يعسسن بروتوكول ولا رياض مكثان د الملوك سن القصور تحت حراسة مشددة والجنود والجيش شو سنة فقالوا عدلت يا عمر فأمنت فنمت يا عمر ناس يا عمر تعدلت قمت سل عدله تحكمت سل عدله تصدت ثمور في سل عدله حتى أمنت أميذين تلحقت سعيت لمان ونيك حكم من سل عدله إلا ذا شرا ذي ولا شرا ذي أميذين تقول سعيت لمان أميذين الصوت ثين تنضيت بغيت نضيت بغيت شحال يثمان ذي الملوك أن نسقسيمو يانا شحال ذي الملوك ذو الرؤساء في المورا في مسلمين قالنا مع عمر شحال حف مينيت إيوا شوف الشعب انسان اشكتيد الفقر اشكتيد الظلم اشكتيد البطل اشكتيد طمح قرامي تعيشنا راه ما كان يتعايشن الملوك بالو تعيشنا راه ما كان يتعايشن دريان الملوك بالو تعيشنا راه ما كان يتعايشن الفاميليان الملوك شكتين كل حاجة فعمر بن الخطاب رضي الله عنه غيثما ذا شسنا فانا غاد نكشف غيثما منظر أمكن من تحمل المسؤولية إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شوف لو عثرت بغلة في العراق لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم أمهد لها الطريق ثوالا من العبادة يتسقى ذلك حكم من العدل إن يسألوا كانت تغلي البغلة كرمكم الله العراق تغلي تجلسي من غتتعثر تغلي إن يسألوا كانوا أقذا غيسقسي ربي في الناس إيواشو السقعات دار ما بريد تشدو يا عمر إيواشو السقم طار ما بريد ما تشدو يا عمر إيواشو السجيتك إني غيبردني غشور نديم دوان يا عمر باش تغلي ماذا شو يغلي تغلي بغلة الحيوان أكرمكم الله إلا يسقو مزيس شحال لي بردان لغاية ما غيلا تمسافنا العبادة بلوتوروت شحال ديك تمسافن العباد ناقي بردان تصلحت شويه بردان شهر نديم دوام العباد ديك تمسافن ماشي الحيوانات العباد ديك تمسافن ومع ذلك لا حياة لمن تنادي تمسافن العباد عادي جدا وإذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديك كانت تغلي بغلة بالعراق ماشي المدينة بس هذا الخليفة يطوف العراق اليمن العراق ماشي بليجي كانت بس نسان لا المسؤولية في مرة لو كانت غريقة العراق اللي سيسقسي ربي إيواشو يسقع الثرى مبريد يا عمر مسؤولية يتم ضوعها ماشي مجرد تصف تمكانيك تصحمو تمكانيك ومع السيطرة لا تتفقد الرعية وثرى نظر ذيث نغمك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمشي بحرمي مانيس ومسقسي في الرعية إقار ابن عباس رضي الله عنه إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجلس كل يوم بعد صلاة الفجر للنظر في أمور الرعية حتى ترتفع الشمس
ليه كل بعد صلاة الفجر أذي قيم يتخمم في الراعية ينس أمشي هذا يسدو من شغالة في مورث دا شو يخصهم دا شو المخصاص دا شو يديوان نخدم دا شو يديوان نسقم دا شو يديوان نرقع أكل ميحاش المديني ولا ديتيج وذي ولي الخامس كل يرفض نزقو انشتيلات في الراعيين ويكنيك تسقاط ربي ويكنيك تسقاط ربي ويكنيك يعلمن ذا شو يسوى يثمى المسؤولية بل يثمى كان يتفقد الرعية نتسو حيت دي بلاصينا ميدين تمورا ميد العراق ميد اليمن بنفسه مع أنه يسعى ولات وأول من عين الولات يثمى هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذا مزوار يخدم من الولات يجعل يتولون أمور المسلمين قال مثلا بالعراق يخمس الوالي بمصر يخمس الوالي باليمن يخمس الوالي ذا يخمس الوالي يواشو باش يعني غادي بارطاجي المسؤوليه ومن بعد الولات يخدم العباد اللي عند الصحابه دي مقارنه العباد اللي عند الثقات العباد اللي عند الثقات العباد اللي عند سجد ربي ما يسمع انا عمال احد الايام يسمع قال العراق ما احد من ثمورا كم احد الولات احد من الصحابه رضي الله عنهم فلاش واش في غير فلاسفيه مش كثنا عليه ثم ضل عباره يتفقد الراعي ينس اسد يفغ اسخاطي اسد يفغ اسخاطي شكت الناس دي عمر بن الخطاب قال بعيد اميرين د المدينه شكت الناس لنا سفن ودي سفيق دار فلان كل يوم ودي سقسيار فلان كل إلو عياسات إلو عياسات يسد اميرين دغورس يسقسى في الناس واش شو السر تخيل ثيث ما شو السر باش كتعلم ما يثمى انه يجي الدنيا ثيا مبرا الناس كان كل شيء ربي إناس يا أمير المؤمنين إناس سعر يون ثوب واحد سعر ثوب واحد أسف للسوق أسيط وش يديك فغالا أثيك سذيرات أثيك سذيرات باش كذا عاد ديفو زيس أسيط أصمي يزرم الحالة سكية يقبل العذر ينس بل ماشي كان يقبل العذر ينس الوالي يسعى يون الثوب سقسي فرا أحد الولاد ما إلا يسعى يون الثوب يسعى غير فستي مستفيرو فستي يسعى بلاء ذي لسان الحياة يسمر ودقيق يسعى يون الثوب فأكان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأحيانا ذي سكس دي بلاصين سيمانيس يتفقد يثمى أحوال رعيته يون وسيثمى عين أحد الولاة يبغى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفلسة امتحن يبغى ما تختبر الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا كان يهداوي أمشاعر كان يهداوي أمشاعر سارق إذا جاءك الناس بسارق تشرت خدمت إن يس صوت غفوسيس بنفس الآية السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بما كسبا كان يدينا رب العالمين الناس صوت غفوسيس شو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بس يمكن أحيانا يسمع إذا كان راعين أحوال الناس ماشي مجرد أن تزال أن تطبق الحكم ومن بعد لا ربما غادي كني يدير في المسؤول كني يسعى المسؤوليه باش نصوت العباده وكاشي شوف شو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس وإذا جاءني جائع قطعت يدك الناس شما إلا وين هداه المشاعر استوتو تفوسيس بين نص الآية ثبات
ولكن لو كان يدي السقسي ولو كان يدي الشرع، باش لو دا عمر بن الخطاب رضي الله عنه المستحيل هذه عالم الخفايا نص أسجن الكرة الأرضية مستحيل الناس. ولكن ما ينغي سيد جائع إيش سيد أكثر تغفوسي إيوا شو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما استخلفنا الله في خلقه لنسد جوعته أو لنسد جوعه، لنسد جوعه ولنوفر لهم حرفهم. استخلفها رب العالمين قال خلقي الناس ماشي لأنهم يفضلوا، مسؤولية. إوا كنا نسقو مزيسا أنسقسي فونيك اللوزن، أنسقسي فونيك هالكان، أنسقسي وينيك خدمنا راه حتى عاطل الناس حتى وينيك خدمنا راه إلا قص السفر تد الخدمة توفر حرفته. ثوالا ما يسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع أم كي تخمين في الراعي يمس في سنة يسمع 18 للهجري في سنة 18 للهجري غيثمع أصاب الناس بما يسمى عام المجاعة. غليل فلسن شرامي سياسان أصابتهم مجاعة شديدة، ولا شك أنه غيثمع في مرة تعديت أيام القحط ابتلي ثم ربي سالقحط سالمجاعة ولاش الهواء وش اسمن عام الرمادة اسمنا سلا عام الرمادة سالقوة وتثدر الهواء ثقلقعني تبركت ثقلقعني ثموت تبركت أسمر هذي وثو حريقة كاين يتساوي أشاني نشاد بركان. ثوالا ما يثمى أسمر هذي مثلا أرمالني الصحراء كاين وكذا الزوبعة أمشي تسقال الحالة الدولي في مرة تسقال تزكاخ نهني غاشاني نقلب بركان مرة دي هذيك روب حريقة كدعوة تسقال تبركان يبتلي ثنا ربي المجاعة سنين حتى هلكت المواشي ولاش شراتش ولا شمال ولا شراتش المواشي سن موثن حتى ويك يقصدغن قال بادية قال بعيد رونا مرة المدينة هاجروا إلى المدينة والطلب فعمر بن الخطاب رضي الله عنه والحل بما أنك مشي المسؤول في اللمع انطلب ذا الحل. لشو يخدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه واسمي مدنا من ياسي الوالدين ما ينغي سيدي ومن اللوز أكبتو غير فوسيش بمعنى وينيك اللوز ناكني هذا شو تيصوتني اللوز وينيك خدمنا راكني هذا شو تيصوت نوري خدمة راه معناتها مشي نسقم طراس الخدمينيش معناش شي كمسؤول نسقم طراس الخدمينيش وهي ما الذي لا يتوفر كل شيء ما ينغي في كدر بكرا وينغي فوق فوسيش. عام الرمادة غيثما أصاب الناس الجوع مجاعة شديدة. شو يخدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أسقط حد السرقة. إيواشو اجتهادا منه لأنه لم تتوفر فيه الشروط. والعلماء نصوا شو قال العلماء؟ إذا سرق السارق في عام المجاعة أو سرق مضطرا لا يقام عليه الحد. وين يقشر يوكير وكنذيج مضطر. شو معناتها مضطر؟ نقل فهميث شو معناتها مضطر بس لا كرا كاين هذا حد على كريدي بونكار مضطر هذا حد خماكه مضطر إلا قنفهم شو معناتها المضطر. المضطر وين يلحق درجة الهلاك موك تشارى غادي يموت موك سوارة غادي يموت اش راه يخدم شنو غادي يخدم وهي إلا قضية شرا شنو خاطر عام المجاعة ميلا غير شريكشا إنك لا نقيم عليه حد السرقة. ولهذا ربي
سبحانه وتعالى يحلل وين يقلوزن هذه شكشو محلوف، وين يقفوذ لحق درجة الهلاك يوفى أكرمكم الله الخمر. اسم حصر بين الاسم ده شو الضرورة تقدر بقدرها. هذه القدر كان يريد تمتثل، هذه السوء القدر كان يريد تمتثل، يعني لا يأكل حتى الشبع وريد تسرح حشا مقع. شو يخدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أسقط حد السارقة مراعاة لأحوال الناس. إولا العباد أصابتهم مجاعة أم إذا يتحفون دشر هذا الشن إلى قد يشر، فأولا لم تتوفر فيه شروط السرقة. زي غيثما عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشكلة القدوة. ديثورا غادي يبان المسؤول، دايا يبان المسؤول. نسعددو السنة تقشفنا غادي نسعددو السنة تقشف كثمرتنا تقشف مسكين الشعب. كان الشعب تاع يدي سعدان تقشف، اما ويكني وساوى سعدان تقشف يكذب عليك وين يدينا ويكني وساوى سعدان تقشف. ولا أنا قال الشعب كان يدي سعدان تقشف، الشعب كان مسكين كنضرب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وروح ميت مش يدي سعدان تقشف منين وثفر ضرر الشعب الرعيينس أي ثمان مثلا سوالام والسن المجاعة إلى قد نخدم تقشف إلى قوينا إسوال صلع عمريس. شو يخدم؟ اسمه ولا العباد أصابته المجاعة حرم على نفسه السن. قال رواية يطل وإن كانوا ناوي في ديننا الصحراء حرم على نفسه اللحم وكان لا يأكل إلا الزيت. يتسنقر الزيت حتى قال بعض الرواة حتى تغير لون وجهه. الزيت كان يكسس أسمار ذيك الزيت كني غدا يضحكان في عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم بعد الكلام بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تعالوا ما يثمى العبد اسمه رضي الله. هذه الحقة الدرجة يعني رضي الله زفريمو لقيم كان غادي يسال قرقرة البطن تيسقان القرقرة تلاص كانوا تخدم قر كيثمنا خاطئ إيوين واش كان كاين قرقرة بطن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن كيد متطاضي سكان وثان رابوتي سكن قرقري أو لا تقرقري لا تأكلي إلا الزيت حتى يحيا الناس. إن يسقرقر لا ورتقرقر والله راه تشد الزيت يحرم في العمريس أين العالية يتجاتي الشعب يستشاف. إن يسقرقري أو لا تقرقري الناس والله ما تشيت أنا قال الزيت حاشا مذين يحيا الغاشي
شما يقلد الترويح، يقلد الاقتصاد، يقلد الى اخره. ثوالا بدا شو هدف كان يجتمع يتملعب الديفك القدوه، لانه مسمار هذا عالم المسؤول الاعلان دمقران مسؤول في اللسان يصبر الشعب يزيد شو هذا شو غادي يخدم، غادي يصبر ديالس تشجعه. وهذا عالم انه ما يفكيس كلش اين يدي وين ما تشنوه من سمو تيتشارع. قال وقت اللي ما يسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني غنيت فلوس الضغط نشتيلات يجلسون زبون وريقانا راه يتخمين في الراعي ينس الشعب يزد شارتشن ثمورا مرة البادية وسنت دار المدينة ولا فلوس أنا لا شارتشن. حتى قال الإمام الطبري قال حتى الوحوش فغنت تقيموا كان سن آوت إلى الناس حتى الوحوش روفانا لا شارتشن تسنت دار المدينة كشمال دفنا كيا ذا شارتشن حتى الوحوش. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث برسالة استغاثة يستغيث إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه في مصر. أم يفذين يعني تغليد في لابريسيون بالضبط يشيع برسالة استغاثة إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه والي مصر. فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه يا أمير المؤمنين سأبعث لك بقافلة تسوي تسمار واحد سميد واحد الدهن. سأبعث لك بقافلة أولها تكون عندك وآخرها تكون عندي. اسم معناتها قريت نساك الشيعي في القافلة أم زوارني غادي لحقا ورا كنزان قال لي مازال ثلاث ضياوات. فبعث له ب1000 بعير محملة بالدقيق والدهن والتمر. شو دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه شكل لجانا يبدو ذكيا تشكيل اللجان يبدو تفريقا توزيعا العباد تفريقا القبائل تفريقا الأسر حتى يسد جوعه. لا ديباني كان كنس نقار لا ديباني شحال ما استكتيو ثلاثة قف تصار تنقر مطان ويسعى اش راه يخدم زيز 9 ديار مطان زيز كومبلي مي ديباني. قال وقت اللي يسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتفاغد يسفيقي ذا الرعيات. عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت يوما مع عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ولكن ما كان ينس بالقصر ينس قلافيلا ينس وما عاد شيء اللي نسيك تفاغد نسيك ديبلاسي. ثوالا ما يتم هذا شو سينا كسرى عدلت فأمنت فنمت فعضلت أمثل حقط سعيت لامان في العباد في مانيش من بعد منيك قالنا ونيك تسجل في العباد تسجل يعلم دا شو يخدم يعلمونا شك مرة داع ديك بريدة قمرون هي مكان يخدع وين. خرجوا يوما إلى مكان قمص الحرة تيدا قصرين يثنى عجيبة يفغد عيونه مكان كان يسفقين الرعيان العباد من مكان قمص الحرة. فسمع صوت الصبيان يبكون يوث من الخيمة لأنه يفني مسجل البادية معسكر أسقسي غيور عام 18 للهجري ما يسمى بعام الرمادة عام المجاعة. ويسندك لهذه ناخذ منطق قطون دينا كشمارة سندفك عمر بن الخطاب كشمارة سندفك كشمارة سندفك المكان. يبدو مسفيقي ذكيين يسلا ذكان والصوم والطوافون تلو يوث من الخيمة يلحق علينا يوث مسكين في تمغارث 19 طواف دينا واحد يون القدر كانت نيني تسكر الصالون تاكيا تشور ذنب والطواف اللي يستروا اسقسات عمر بن الخطاب رضي الله عنه شي الوكان شتايا إن يسترون الوزن ورفنا راه شراب الشام سحنايا سندما يثما تخماك تكسرون لا قدر تكسرون اجتهاد تخدم ما يواشو
باش كانت تطمع كان قريبه تسود الماكله تتعشى غادي ثوال ما يثمر طواف الناس مرض اللازو ترون هذا نحقنا الدرجه انا داعي واش نخدم هذه شاع تسداوي ثنت تسود الماكله عاش تسود عاش ما تسود من وين مساكن النظر وزمان راه دينا وزمان راه دينا قوه الله اش يستنى في النهار ثاني وفي السنه راه عمر بن الخطاب باسكو سان في براني تعلم راه عمر بن الخطاب رضي شو استنى قال رسول الله ما بك حسب ابي حسب ربي امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه السماح غير يريد اسم ربي ايوا شو ودي الشخصيه في لنا عمر في شديد وين يول يفشل دين تاع شو خدمه يثمر يوزل يتفتي داك نبيل يوزل بيت المسلمين يعبد شوف لا عروريس تشكال اسمي مع وين غير نديرس قال ناس اسلم يقرص يا امير المؤمنين هو داك سيدر في الغين كاين قال له أأنت تحمل وزري يوم القيامة الشيء اللي يرفض ذنوبي يوم القيامة يرفض سيدي يتمسك العروريس يتسزل دم إلى دينا يلحق ديل ديت يخمس ند الماكلة نسيس نديسون الماكلة نسيس نديسون الماكلة ما فقرش تشكري تحمدي كيبارك ربي شدي وين ديال الخليفة أما وين لقى ما قرص خطير وتعلم على مسكيتي وتشيلو مالا تعلم على مثل عمر بن الخطاب قرص خطير والله ما يعلم الحلال وين كان أما لو كان يعلم الحلال وين اللي كان يكون يتجارب ولا ما يفهم اسمي مي زران واش ولي شا مروان شو يخدم يروح يعيط يشوف ومازال يقول لا مازال يرتاح على وليس يروح يعيط شو كان يتخوري زيسن بداية زران واش ولي باش يرتاح وليس يروح باش يرتاح وليس يروح ثوال ما يسمع عمر بن الخطاب وين دينا لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تمهد لها الطريق يا عمر ويد الحيوان اللي كان الذي غلي قبري لكن يوشو ستار ما بري يا عمر كان إلى عمر بن الخطاب يثمى رضي الله عنه قال حاله من يثمى اش يخدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يولي يخطب العباد يبتلف ربي ولاش الهوى وإذا ولاش الهوى ما يثمى تساوي المجاعة اشتيلات ما هذه ولاش الهوى يخطب يظن إلا يسن إن يسن لربما ابتلاكم الله به الناس أهد وقنا يبتليكم ربي مزيان يبدا تصلع مريس وريحكي مالاش الغشي الناس الشعبي ناس بالك يخدمان بالك ربما دايرين السفسادان بالك ربما دايرين السواغ يحرم ربي الهواء وش يقدر كان ربي الهواء انا بدا نفوت خاطب التهم ما ليس هذا مزول الناس لربما يبتليكم ربي زين او بالك ابتلي ربي مزيول مسؤولية قرات مارا تغليد الأزمة مسؤول إلا قد يسلم كان يسدو ثمورث يوسف عليه السلام قال وقت لما جاء اسمي يروح على مصر يروى على مصر اسمي ثيران على حبس حكى اختضر بك القرآن ابتلت ربي كسني وسن المجاعة منو ثدي سلكت يوسف عليه السلام إنسان اسمي يورقا الملك النير إني أرى 7 سنابل لقيت لدينا رب العالمين يورقا إفسر السيد يوسف عليه السلام الإنسان دي سوف خلق الأزمة إفكي يسد خطة مشارة دفن الأزمة مشارة سعدين والسن العجاف والسن القحط الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهل بلاك ابتليكم ربي مزيان نا ابتلي ربي زيون نا ابتلي ربي كلمان الله
إلا قد نلقى الغور به خلص الخطبة، إلا قد توبات، إلا قد استغفرات، إلا كذا وكذا، فدعاهم إلى صلاة الاستسقاء. إدعاثني وكما زاروا صلاة الاستسقاء، بعد ذلك زوروا الاستسقاء، توب الغور بهم، تغليد الهواء، إفراج ضربهم في اللازم. شاهدوا مسلايك إذا كان الراغي ثم ثوالا مواقف. أمكن ساعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حل الأزمات، ومشيت في المسؤولية، ومشيت تخمم في الرعيينس أمام العمري سيدنا يتجهدين كاع يتعيش إنسان عادي بسيط جدا، وري عاش مرفاه، وري تشابية، وري سبية، أكمل نوذ القدوة ينس للنبي صلى الله عليه وسلم. اتقال عائشة رضي الله عنها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع خبز الشعير، وري الوراء ظهر المطمزين. الخلافة يا سيدنا شحال تدوم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ تدوم 10 سنين. 10 سنين. لشو الأمنيين يتمنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه غادي يمثل الشهيد، يتمنى غادي يمثل الشهيد. قبل هذا غيثنا نويد مسؤولية عمر بن الخطاب تيداني وتتسيد نذكر دابا، مع انه يروح شويه الوقت كان يتسمحوا، لانه مهمه جدا خاصه تعيش في وقتنا. دور المسؤول، دور الحاكم، دور الخليفه، ما رضيت ولينا مثلا يكشميت من بعد ونطرب. هذا شو الواجب ينس؟ هذا الواجب ينس هذه دافع في الناس، هذه ويل الارميه، هذه ويل الجيش، ليث ما كيمسل من نطرب. هكا يخدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينسد يحرم في فلسطين. اول من حرض في فلسطين خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابو عبيده بن الجراح. ايش يعاسل جيش حرمت في فلسطين. اسمي دي الحق الوقت استسلم اش كان نازل المفتاح يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوساد ذي التارة ذي الدين. فطريس قصة انت واحد من داك الاسم باش كتعلم يثما التواضع اش يخدم. سقارنا كان يكيد المسؤول كيولنا والله ما يثما مهما خطفت منصب، مهما سعيت مكانه، ما ينغ ديت واحد العباد، لانه شو المنصب باش كان ما تسيديتش كان ولا شيء. سكاتيلي تسكن ثم العبد يتخمم لك، وانما العبد صغير يتخمم المنصب اللي ساعه يا رزق يوسد انسى واحد خداميس، سانسيون موريكو ساعه غادي يركب خداميس غادي يدوم ساعه عمر فوطه، ساعه غادي يركب عمر غادي يدوم خداميس فوطه، ساعه غادي يدوني سنين من الفوطه غادي يستعفوا موريكو بيس. سقارن كي خاطي امير المؤمنين خليفه الى قدس عصافيو كانوا استشير من القاعه والاستشاره القاعه وشو ورا يعني ما راسي برداني لوتورو يمشي هدن كي تسواغ نمشيو الناس نسات العباد ورا يعني ما راسيس شي شك فايت في بردان ان شاء الله ما يزرق الاصلا يصلح كان كف يدات الحق دايرو مكان للوحده يتشرى ورطيت. الدولة اللي يقضينا من الذي يركب الدولة لو تكليس إنسان يدو فوطان إلى حق دينا يسان ذاك الإسقاط هي أمير المؤمنين تصدوت قبرات هي في طرنيت كبرتين والشيخ تصدوت تسملاقات المولوك دينا ديوان نيسقاط ديسنا من مقولين اسمي غير زراء أبو عبيدة بن الجراح زراء أخدميس شوف لهم مركوب الانسان يتسدود شوف لوطار يتسدود في طارنيس ذينا ميلو ميل ابو عبيده ميلو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناس لولا غيرك قالها يا ابا عبيده يسالو كان ماشي الشريس دينا جد مقولين نحن قوم اعزنا الله بالاسلام ومهما ابتغينا العزه بغير الاسلام اذلنا الله. من الشهادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حياته حتى طعنه أبو لؤلؤة المجوسي أحد الصلوات على ما أظن صلاة الفجر أو صلاة الظهر اتزلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه زيسن يوسد أبو لؤلؤة المجوسي وهي من ديانة المجوسية
يوساد وقبل هذه الحقا غرس يعضد بالصفوف يغام يسبليسي مخير شحال كبريديس باش يلحق الامام فطعنه بخنجر. اسم الميتوث كان يغلي استخلفه احكام الاستخلاف بعد استخلفه احد الصحابه رضوان الله عليهم يغلي مغمي عليه اسميت وين اخر سقسان الناس بالله عليكم بيغض عمر منو يطعم منو يوثان اسم الناس دنا انه ابو لؤلؤة المجيسي يفرح انه لو كان دي مسلم راه يوثان حكم يختلف مادام انه ذا الكافر يتطعنون معناته غادي في مرتبه الشهيد. فمات عمر بن الخطاب رضي الله عنه شهيدا ثم يثمر تنوير مواقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحياة النسبية الجاهلية حياته مع النبي عليه الصلاة والسلام يمشي يدافع في النبي يمشي يسعى المواقف ونصرت بعض المواقف التي وافق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله عز وجل وفي خلافته انظر السيئة أمشي سبونسر ينس أمشي تحمل المسؤولية ينس الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لطاعته. أقول أخما ترسكان يوني مثلنا الطلب زين الدعاء إسعى بس نيك الله يبارك إن شاء الله العبدين يعني الله يبارك وزقوت يخص إلا أنه وريت الله إنه يهده مسد وكنا ذي الظل أثديه ذو ربيع وزنين غيبتنا ولا الشيء وتقصير لك الدعاء دبابك يتسير في ذاك الحق ادعوا يسر ربيع يوكنا ذهدو أثده ذو ربيع المسا إن شاء الله أدي يصل الظالم ويث مثل مرة إلى نوتزل الغرام ونسأل الله الثبات قذف وتوفيق على طاعته. وبارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.